فتح عينه وبص في السقف. هو ده مستشفى؟ قام بسرعه، لقى راجل تاني نايم جنبه وبص حواليه. ده مش البيت اللي كان مأجره ايام الكليه. وفجأة سمع حد بره بينادي على اسمه. فتح الباب لقى اخته واقفه، بس كل كلمه بتقولها حس انه سمعها قبل كده. بص على التقويم اللي على الحيطه، النهارده هو نفس اليوم من 12 سنه فاتوا. طلع بره الاوضه. حسب اللي حصل من 12 سنه هو المفروض يقابل هايوان، البنت اللي كان معجب بيها، وفعلا قابلها وقالت نفس الكلام بالظبط زي زمان. قالت انها رايحه اوضه التدريب، ودعته يسمع حفله تشيلو بالليل. وافق زي ما كان عمل قبل كده. بس ايه اللي بيحصل؟ هو رجع بالزمن وفجاه موتوسيكل خبطه، وفي اللحظه اللي بعدها صحي تاني. بسرعه قعد على الارض وهو بيشهق. مراته دخلت وسالته مالك قاعد على الارض ومش رايح الشغل ليه؟ سالها بتوتر النهارده كام؟ لا استني، احنا سنه كام؟ قالت له 2018. ساعتها بس فهم كل اللي حصل ده كان حلم، بس حلم حقيقي زياده عن اللزوم. الحقيقه ان ده ما كانش حلم اصلا. وفي نفس اللحظه جرح ظهر فجاه على ايده. في يوم وهو قاعد بيفطر مع زميله على جنب الطريق لاحظ فجاه ان في علامه زياده على معصمه. هو متاكد انه عمره ما كان عنده الجرح ده. زميله قال له ده كان موجود من ساعه ما دخلت الشركه من سنه. رفض تماما. ازاي؟ معقول ما اعرفش جروح في جسمي؟ زميله ضحك وقال له ايه يا عم هتجيلك الزهايمر بدري كده؟ بص على الجرح وقلبه بدا يدق بسرعه. هو في حاجه مش مفهومه حصلت له؟